بص على النسر ده كويس، من غير منقار، صدره عريان وشكله شبه حد اتجرد من هيبته. ازاي ملك السما يوصل للحال ده؟ الحكاية بتبدأ من سنين، لما كان شاب سريع ومحدش يقدر عليه. عينه أقوى من أي صياد على الأرض، وجناحاته بتشق العواصف كأنها ولا حاجة. سنين وهو عايش على قوته، بس الزمن بيجي على الكل، حتى النسور. منقاره بقى متآكل، ومخالبه فقدت حدتها، وريشه بقى تقيل ومتعب. ما بقاش قادر يقطع فريسته ولا يطير زي زمان. وساعتها بيواجه أصعب قرار في حياته، يسيب نفسه ينتهي أو يكسر نفسه عشان يتولد من جديد، فيطير لوحده لمكان بعيد ويعمل المستحيل. يفضل يحك منقاره في الصخر مرة ورا مرة لحد ما منقاره يقع، وبعدين يقعد أسابيع وحيد، جعان، مكسور وضعيف. وبعد وقت منقاره الجديد بيطلع حد أكتر وأقوى، وبالمنقار الجديد بيبدأ يشيل ريشه القديم واحدة واحدة. بيتوجع بس بيستحمل عشان يدي مساحة لريشه الجديد يطلع. ولما الريش الجديد يكتمل، ملك السما بيقوم من تاني، مش لأنه عمره ما وقع، بس لأنه اختار يبني نفسه من جديد في اللحظة اللي كل حاجة جواه كانت بتقوله كفاية، استسلم. الأسطورة دي بتعلمنا إن أوقات الطريق لفوق بيبدأ بإنك تكسر الحاجة اللي بتشدك لتحت، حتى لو كانت جزء منك. قولي في التعليقات، إيه هو الحاجز اللي مستعد تكسره في حياتك عشان تتولد من جديد؟